أصدقائي أحبابي متابعينا في كل مكان، أهلا بيكم على قناة أيمن سبورت 2 وحلقة جديدة من حلقات فرفوش وأصحابه. من غير اي كلام كتير يا فرفوش، عارف اللي هتقول. إيه اللي هقول يعني؟ أقول لك قول لي مبروك عشان الأهلي فاز على الإسماعيلي 3-1 بس. مش هقول لك مبروك، ومين اللي احرز الاهداف واثر بقى. ولو عندك معلومه حلوه قولها، يلا. اللي احنا في الشغل أنا كنت اتصرفت معاك تصرف تاني يا كوتش، إنما احنا مش قاعدين على الكافيه دلوقتي. ماشي براحتك. خد بقى مني شوية معلومات كده على السريع. الأهلي قابل الإسماعيلي 143 مرة في كل البطولات. الأهلي فاز على الإسماعيلي 74 مرة، والإسماعيلي فاز 29 مرة. وتعادلوا 40 مره، صح؟ صح. واللي جاب الاجوان النهارده بيرسي تاو جونين وحسين الشحات جون. طب اخر 5 مواجهات بين الفريقين النتائج بتاعتهم كانت ايه؟ الاهلي فاز 3 مرات وتعادلوا مرتين. طب تقدر تقول لي اخر ماتش بين الفريقين مين اللي فاز؟ فاز الاهلي في الموسم الماضي في الجوله ال 18 1-0. طب اخر فوز للاهلي على الاسماعيلي بنتيجه 3 كان امتى؟ في شهر 9 سنه 2020، والاهلي فاز فيها 3-0 يا سيدي. دي المره ال 16 اللي الاهلي فوز فيها بثلاثيه في عهد كولر. طب واصابه امام عاشور؟ كتر النبر بتاعكم قعدت تقروا عليه، بس الحمد لله ان شاء الله الاشاعات هتثبت ان هو اصابه بسيطه او قدمه قويه كده وان شاء الله يتعافى منها ان شاء الله. ليه الدموع امام عاشور والحكايه والدراما اللي عايشنا فيها دي يعني؟ هقول لك ايه، ما انت مش اهلاوي، ده حبا في النادي الاهلي، عشقا في النادي الاهلي، زيديني عشقا زيديني. يعني على اساس ان هو مولود في النادي يعني واحنا ما نعرفش ولا ايه؟ بقول لك ايه يا كوتش، انت زملكاوي وفيك جواك كده شويه سواد كده وبتاع، فيعني مع الراجل صعبان عليه ان هو اتصاب وهيطلع من الملعب مش هيكمل الماتش. خلصنا بقى، بقول لك ايه، خلينا ختم احسن. اصدقائي احبابي بتابعنا في كل مكان، يا رب يكون عجبناكم، يا رب يكون اسعدناكم. ما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، ويلا سلام.